السلام عليكم. وفاة دركي بأكادير بعد عملية دهس أثناء أداء الواجب، توقيف المتورطين وفتح تحقيق. توفي صباح اليوم السبت دركي تابع لسرية إيموزار بضواحي مدينة أكادير، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها عقب تعرضه لحادث دهس متعمد أثناء أدائه لمهامه الأمنية. تفاصيل الحادث مأساوي. تعود الواقعة إلى يوم الأحد 8 يونيو 2025، حين كان الدركي الذي يحمل رتبة مساعد يؤدي مهامه الروتينية في تنظيم المرور بمركز إيموزار إيدانتنان. وخلال قيام دورية للدرك الملكي بنصب حاجز أمني، أقدم عدد من أصحاب الدراجات النارية على اقتحام الحاجز بشكل جماعي وخطير. وفي خضم هذا التصرف المتهور، دهست إحدى الدراجات النارية الدركية بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بتشيرة جهادية، حيث ظل تحت العناية المركزة لعدة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تحرك أمني سريع وتوقيف المتورطين. في أعقاب الحادث باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقا موسعا لتحديد هوية المتورطين، حيث أفضت التحريات الميدانية إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم في وقت وجيز. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث لم يكن نتيجة تهور فرديا فقط، بل كان سلوكا جماعيا منظما من طرف مجموعة من الشباب. وقد تم حجز عدد من الدراجات النارية المعدلة التي استخدمت في الحادث، كما تم إخضاع المتهمين لتحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها الحقيقية. اتهامات ثقيلة في انتظار المتابعة القضائية، وحيل المتورطون على أنظار النيابة العامة المختصة، حيث وجهت إليهم تهم ثقيلة تتضمن القتل العمد مع سوق الإصرار وعرقلة عمل رجال الأمن، تكوين عصابة إجرامية، خرق قانون السير، وحيازة دراجات نارية معدلة بطريقة غير قانونية.